السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان. لو انت أول مرة تشاهدنا، يا ريت تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. محمد الضو كريستو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انتظم في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة. وقال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق أن كريستو انتظم في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة بالعضلة الخلفية وانتهاء البرنامج التأهيلي الخاص به. واستأنف الفريق تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة بعد العودة من غانا. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بلدية المحلة في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة والمحدد لها 7 مساء الثلاثاء المقبل. وحرص مارسيل كولير المدير الفني على عقد محاضرة نظرية للتأكد على العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمباريات المقبلة. وقاد مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية على هامش المران، بينما أدى بقية اللاعبين فقرات خططية متنوعة. وعاد الفريق التدريبات بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبين عقب العودة من غانا والفوز على فريق مدياما بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. بالتوفيق للنادي الأهلي في الفترة المقبلة.